وما النصر إلا من عند الله. يعلن ثوار الزنتان بأنه تم إلقاء القبض على المدعو سيف الإجرام القذافي ومعه 3 من معاونيه هذا اليوم. نتمنى في هذه اللحظة التاريخية العظيمة أن يكون مستقبل ليبيا شارق ومزهر بعد هذا اليوم. نتمنى أن تكون اللحمة الوطنية هي أولى اهتماماتنا. نتمنى طبعا المنطقة التي تم إلقاء القبض فيها هي منطقة توباري في الجنوب. إن شاء الله الخبر هذا يكون خبر سار للليبيين ككل. نتمنى من هذا اليوم ومن بعد هذا اليوم أن تكون ليبيا حرة مستقلة مشرقة. نتمنى من المجالس المحلية والمجالس العسكرية أن تتوجه إلى اللحمة الوطنية والقضاء على الفتن والطابور الخامس. نتمنى من الشعب الليبي ومطلبنا من الشعب الليبي ألا يصغى للشائعات والكلام الذي من شأنه أن يشكك في وحدة مصداقية الليبيين مع بعضهم. نتمنى من الشعب الليبي أن ينظر إلى المستقبل بنظرة كلها إشراق وكلها أمل وكلها بناء وكلها تقدم وكلها رقي. هذه هي ثورتنا، هذه الثورة التي قام بها الثوار في جميع ليبيا من أجل ليبيا الغد، من أجل ليبيا المستقبل، من أجل ليبيا بلد مشرقة مزدهرة مثل باقي الدول. نتمنى أن تكون ليبيا فعلا يشعر الثوار من خلالها بأنهم قدموا أرواحهم فداء الوطن من أجل مستقبل مشرق، من أجل مستقبل مزدهر، من أجل مستقبل مثل باقي الشعوب الحرة العايشة التي تمارس حياتها طبيعية كباقي البشر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللحمة الوطنية، اللحمة الوطنية، اللحمة الوطنية. عدم الإصغاء إلى الشائعات، عدم الإصغاء إلى الطابور الخامس، عدم الإصغاء إلى كل ما من شأنه أن يشوش ويعكر صفو الليبيين. نعم للمصالحة، نعم للبناء، نعم للتقدم، نعم للرقي. هذه هي ثورتنا التي قمنا بها. هذا هو ما نريد، مستقبل زاهر للليبيين ككل. وبارك الله فيكم والسلام عليكم. لحظة بالله كل واحد يجلس مكانه. لا خلي عليكم كلكم. عفوا حسب المعلومات اللي واردة إلينا مبدئيا بأن تم إلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي ومعه 2 من طبعا المجموعة التي معنا حاولوا تهريبه إلى منطقة النيجر، ومعه الضباط تقريبا من القداد ومن قبيلته. هذه المعلومات الواردة. عبد الله السنوسي لم يذكر حسب المعلومات الأولية بأنه موجود معهم والله أعلم. تفضل. عرف حضرتك مين حضرتك؟ البشير التعالب، عامر كتيبة الجهاد، جزء من سرايا المطار، ورئيس غرفة عمليات زنتان إن شاء الله. معلومات قناة العاصمة هدى الغيطاني، هل هناك أي معلومات عن عبد الله السنوسي؟ لحد الآن لا توجد معلومات عن عبد الله السنوسي. المعلومات الواردة اللي ذكرناها لكم هذه المعلومات الأولية التي وصلت حتى الآن. في حال الوصول مع الناس حتى واحنا موجودين ما شاء الله عزمتكم بها. السلام عليكم. عماد من وكالة الأنباء الفرنسية. أين سينقل سيف الإسلام؟ إلى مدينة زنتان إن شاء الله. معلش يا شباب. السلام عليكم. Chinese from Ahmed from Chinese News Agency. Can you give me more information about the capture of Saif? قال لك ممكن تعطيه أكثر معلومات على كيف شدوه السيف وين شدوه كمان المعلومات. المعلومات الأولية تشير أنه هو تم القبض عليه في منطقة الجنوب في جيت باري. لا توجد معلومات واضحة ودقيقة حد الآن. في الساعات القادمة إن شاء الله يتبين الخبر بالكامل. الله أكبر. لا إذا بعد إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية وإذا يعني لم يسد طلبيات الثوار، ماذا سيفعل؟ ماذا ستفعلون أنتم؟ ممكن تعيدي السؤال لو سمحت. عيدي السؤال. قولي لي السؤال. اوكي
فهمت سؤالك، فهمت. البيان واضح يعني، في الجواب موجود في بيان التجمع يعني. نعم. واحدة. أنتم تقولون بأن سيف القذافي، عبد الوهاب بن إيطان من قناة ليبيا الأحرار، أنتم تقولون بأن سيف القذافي تم نقله إلى مدينة الزنتان. متى ستعلنون عن سيف القذافي مصورا ومنقولا في وكالات الأنباء؟ وهي الكتيبة التي ألقت القبض عليه بالتحديد؟ طبعا كل هذه المعلومات احنا من شدة الفرح بالخبر اسرعنا بالابلاغ حتى يرتاح الشعب الليبي من اخر معاقل الظلم والاستبداد في ليبيا، هذا الهاجس الليبيين ككل يعني. لكن باذن الله في خلال الساعات القادمه تتبين الكتيبه التي قامت بالقبض على سيف الاسلام، وان شاء الله ستكون للاعلام دور انه يبين لليبيين الموقف. والله اعلم. رفيدة ياسين من قناة العربية. يعني هل سيتم إحضار سيف الإسلام القذافي إلى طرابلس اليوم أم سيبقى بالزنتان لحين إشعار آخر؟ يعني نريد أن نعرف تنقلاته وكيف سيتم التعامل معه. هو داخل سيف الزنتان وفي طرابلس لا يعني شيء يعني. المجرم تم القبض عليه حاليا، ان شاء الله نتوجه الى مدينه الزنتان ويبقى في الزنتان ويبقى في طرابلس. انا ارى انه امر طبيعي لحين تشكيل الحكومه وبدايه تشكيل الوزارات، ويبدا في مرحله ان شاء الله. السلام عليكم. حوار ليبي، قناه ليبيا. اولا سيدي الكريم، هل ستسلمون سيف الاسلام للمحكمه الدوليه ام ستحكمونه في داخل ليبيا؟ والله هذا الكلام يرجع الى المجلس الانتقالي الليبي، هو على السلطه والله الامر يتولى فيما يراه مناسب ان شاء الله. في ليبيا لكن ان شاء الله. ان شاء الله. حتى الاعلام دي ماذا بعد سيف الاسلام؟ والله احنا تكلمنا في هذا الاعلان ان اللي نتمناه مع سيف الاسلام القذافي ان الشعب الليبي يلتفت الى البناء، يلتفت الى التقدم، يلتفت الى بناء دولته، يساهم في مساهمه فعاله في بناء الدوله. هذا ما نتمناه مع سيف الاسلام القذافي، ولا يلتفت الى الطبع الخامس والشائعات والذي يشان ان يهدم البلاد ويجرها الى حرب اهليه لا سمح الله، ويجرها الى وضع يعني. نتمنى من الشعب الليبي وبعد سيف الاسلام القذافي أن يكون شعب جد في معاناة مع بعض، ولا يلتفت للإشاعات والقانون التي تهدم مستقبل البلاد. نحن نتمنى من الشعب الليبي أن يكون شعب جد في أمره، أن لا يصغى للشائعات والهزل والكلام، لأن مرحلة انتقالية ثورة عظيمة قام بها الشعب الليبي يجب أن يحترمها ويقدسها، وأن من خلالها أن يقوم بدور فعال في خدمة بناء ليبيا إن شاء الله. طبعا في معلومة نحب نبلغها واحد من الجماعة تكلم عليها، أنا معلومة الأسرة. طبعا نحن من بداية الثورة قلنا بس العديد من كتاب القذافي، المعاملة جمال اللي فيها جزء كبير من الإعلامية الرأى معاملة الأسرة ستكون أي معاملة اليوم يصير سواء كان على رأس هرم السلطة وغيرها، هي معاملة إنسانية بحتة. إن شاء الله تكون المعاملة طيبة، وإن شاء الله أنتم حتى تحضروا منطقة الزنتان وتكونوا إن شاء الله. أي سؤال ثاني للصحافة؟ ما فيش أي سؤال ثاني خلاص نشكركم والسلام عليكم. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.